تدخل كليه العلوم يعني انت كده خلاص، انت كسر طب او كسر هندسه، هتتخرج تقعد في البيت او تشتغل مدرس او اخصائي في معمل تحاليل. حظك وقع بقى مع انسان فاشل يبدا يكلمك وما تحضرش بقى محاضرات والمواد دي ملهاش لازمه وما الى ذلك، وهتخرج لسوق العمل ما انتش هتلاقي شغل وهتقعد في البيت، بس كده سحبك للسكه الغلط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برحب باصدقائنا الجدد طلاب كليه العلوم جامعه المنوفيه، اهلا وسهلا بيكم. انا يوسف علام، ابن من ابناء كليه العلوم جامعه المنوفيه. الصرح العظيم اللي خرج المجتمع المصري وللعالم كله باحثين في مجالات العلوم زي الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والعلوم الاساسيه، والمتخصصين في الانتي كانسر دراجز، والناس اللي في المتخصصين في المعامل والمستشفيات والشركات والمستشفيات ومراكز البحوث. انت بتبقى داخل الكليه تايه مش عارف الفرق ما بين الاقسام ومجالات عملها وطريقه المذاكره والمواد اللي قدامك. اول طريق بيجي في دماغك انك تسال حد من الشباب اللي انت بتشوفهم في الكليه او اللي موجودين على الجروبات او الناس القديمه. طبعا كل الناس فوق دماغنا، بس انت بقى زي ما بيقولوا كده بالبلدي بختك رزقك. يعني ربنا اراد لك ان انت تتكلم مع واحد مجتهد وناجح بيجي بيقول لك الطريق الصح، تعمل ايه، تذاكر ازاي، تحضر محاضراتك، تتعلم سوفت سكيلز، تدخل في كيانات تطوعيه وما الى ذلك من الامور اللي بتخليك تكتسب مهارات اجتماعيه وتاهلك لسوق العمل. فده بيبقى ربنا اراد لك يعني ايه الهدايه، ان هو ادلك على حد كويس فهمك الدنيا ماشيه ازاي. طب حظك وقع بقى مع انسان فاشل يبدا يكلمك وما تحضرش بقى محاضرات والمواد دي ملهاش لازمه وما الى ذلك، وهتخرج لسوق العمل ما انتش هتلاقي شغل وهتقعد في البيت، بس كده سحبك للسكه الغلط. عشان كده احنا عملنا لك برنامج اعرف كليتك، برنامج متكامل بيشرح كليه العلوم بكل اقسامها ومجالات العمل الخاصه بيها عن طريق نخبه من الدكاتره من اعضاء هيئه تدريس كليه العلوم، كل دكتور في تخصصه. على سبيل المثال دكتور معين في قسم الفيزياء بيشرح لك قسم الفيزياء ده بينقسم لايه، ايه المواد والكورسات اللي هتدرسها، وهتبقى مؤهل لايه بعد ما تتخرج من قسم الفيزياء، والبرامج الخاصه بالقسم، ومتطلبات سوق العمل بالنسبه للبرامج دي. يعني انا لما اخد برنامج فيزياء والليزر مثلا، لو انا قسم فيزياء لما اطلع بره انا هشتغل ايه، وهكذا في كل الاقسام الاساسيه اللي عندنا في الكليه والاقسام الفرعيه والمزدوجه. كل دكتور هيتكلم عن القسم الخاص بيه وانعكاس الدراسه دي في سوق العمل، انت هتشتغل ايه بعد ما تتخرج وتذاكر ازاي، ومجموعه من النصايح من كل عضو هيئه تدريس علشان يساعدك من اول يوم تدخل فيه الكليه لحد ما تتخرج باذن الله. مش كده وبس، في سوق العمل احنا اخترنا مجموعه من الشباب الخريجين المتميزين، كل واحد في تخصصه برضه، اللي شغالين في شركات انترناشونال، الناس اللي شغالين في المحاجر، في ابار بترول، في ابار الميه، في مراكز البحوث، في المستشفيات الكبيره، هيتكلموا برضه معاكم وهيقدموا لكم خبرتهم في سوق العمل، وقد ايه اللي هم درسوه في الكليه احتاجوه في سوق العمل، وايه اللي احتاجوه مع اللي درسوه في الكليه كمان. مش اكتفائهم بالمحتوى العلمي اللي موجود في الكليه، الناس دي اخذت كورسات، الناس دي اخذت سوفت سكيلز، الناس دي اخذت لغات واخذوا تدريبات اثناء فتره الكليه تاهلهم لسوق العمل. هناخد من كل واحد فيهم باذن الله فيديو قصير كده بيتكلم فيه عن مشواره خلال فتره الكليه وبعد ما اتخرج، والرحله بتاعته في البحث عن عمل، وبعد ما استقر في مكان معين ولا شفت وراح لمكان تاني وهو فين دلوقتي. طبعا الناس دي كلها موجوده في اماكن مرموقه، علشان كده احنا حبينا ان احنا نجيب لكم الناس دي تديكم خبرتهم ويعرفوكم انه في امل، لان طبعا في مجالات كتير جدا متاحه قدامك بس انت ما عندكش المعرفه الكفايه ليها. وان شاء الله احنا في برنامجنا اعرف كليتك هنقدم لك المعرفه دي.